وعبد الله برضو انتوا هرجع اقول تاني عشان هو بالنسبه لي صراحه سيكتور حساس قوي. ف throughout the journey و throughout the process of being entrepreneurship ودخول حاجه حساسه قوي زي المجال الطبي، ايه اكتر حاجه شايف انها مهمه قوي الشباب والستارت ابس ياخدوا بالهم منها ان جنرال كستارت اب في اي مجال، والحاجه اللي ياخدوا بالهم منها قوي في المجال الطبي؟ انا بشوف يمكن في 3 حاجات. تصرف قليل قوي او تصرف اقل فلوس ممكنه على الستارت اب ده في البدايه، لانه محتاج كل جنيه قدام. انت قصدك هنا بالصرف حتى لو واخد فند ولا ان جنرال؟ يعني ان جنرال، وحتى لو واخد الفند ما تصرفش الفلوس اللي معاك، استنى لغايه ما تعرف الماركت عامل ازاي، استعد لان في تضخم بيحصل، لان في حروب بتحصل، لان كل المشاكل دي هتحصل وانت موجود، وبالتالي الحاجات دي تستعد ليها كويس قوي كستارت اب، ما تحبطش بيها وخلاص الموضوع يقف. لا، انت عارف من اول يوم ان هي رحله صعبه ورحله مجهده، ما اجيش في يوم الاقي الكاش اللي معايا فلوس وما عنديش فلوس في الشركه. او يعني خلينا نقول اصرف بحكمه وايزلي في كل خطوه بتعملها. مش هاخد الفلوس دي هتين باجز اول ما استقبل لا خلاص بطلوها دي، بس فعلا خلاص. من وقت ما بدانا، يمكن احنا مرينا بحاجات، احنا بدانا في 22 فالظروف كانت صعبه جدا، مرينا بدولار بيوز بيتغير العمله فيه بشكل هستيري لغايه ما يثبت شويه، مستعدين لايا كان بقى ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل، والحروب وكل الحاجات اللي محيطه بينا في المنطقه. فاحنا بنواجه حاجات صعبه، بس احنا المفروض نبقى قدها كستارت اب، جاهزين ليها وعارفين هنعمل معاها ايه. واي ثينك ده بيسموه ستارت اب ريزيلينس، قد ايه انت مرن مع كل المشاكل والابس اند داونز اللي بتحصل. انت قلت 3 حاجات، فدي حاجه. صح. ايه الحاجتين دول؟ الفور ان يكون فعلا معاك شريك مؤمن بالرحله وعارف انت رايح فين وعارف المشوار بتاعك اخره ايه، ومؤمنين بان احنا فعلا بنقدم حاجه فعلا بتساعد المريض، بتوصل له خدمه كويسه وبتنقذ حياته. الحاجه الثالثه انه تجوين الانترفيوز، جوين الناس اللي شبهك اللي ممكن تبقى تشتغل في شركات ناشئه، هيدولك من خبرتهم، هيساعدوك في البلان بتاعتك. يعني عارف في التجميل، في جراحات التجميل في تقويم وتجميل وتنظيف والحاجات دي بنظبط بيها المريض. احنا بنفس الطريقه دي بنظبط شكل الشركه، بنظبط البيزنس بلان، بنظبط نعمل سكلاب، ازاي الشركه دي تبقى اتراكتيف للانفستور اللي ممكن يبقى جاي فيها. ومن اول يوم حاول تحقق ريفينيو، تلاقي طريقه انك انت بتدخل ريفينيو، لان الاعتماد على الفند او الاعتماد على الكاش اللي موجود مش دايما بيبقى هو الوسيله اللي مش حاجه سستينبل خالص. حتى في الحته دي احنا لغايه دلوقتي ال3 شركات ما عملناش اي راوند، احنا بنتكلم من اول يوم احنا بوت سترابنج وهنحقق بروفيتابيلتي، يعني هنشوف الشركه بشكل معين بايفالويشن معين ساعتها هنتكلم. بس غير كده ما تدورش تدور انفست وتحرق وما بتحرق بس، مفيش الكلام ده.